هاي، انا وصال، وفي حلقة النهاردة هقولك حاجات بطلت اعملها فرقت في حياتي وشخصيتي 100%. اول حاجة بطلت الانتظار، بطلت استنى اي حاجة. طاقة الانتظار مش مجرد حاجة بتعدي عليكي كده وخلاص. طاقة الانتظار بتستنزفك، بتدخل دماغك في دوامة، بتخليكي على طول طاقتك سلبية ومستنية حاجة وعندك امل ما بيخلص. في النهاية بتلاقي نفسك ما وصلتيش لأي حاجة من اللي انت عايزاها. فأنا أكتر واحدة كانت معروفة إن هي صبورة وبتستنى وبتقدر اللي قدامها وبالها طويل، بس أنا في النهاية اكتشفت إن أنا ما عنديش طاقة لأي حد لما الناس المناسبة والناس الصح دخلت حياتي. ده لأن أنا كنت بستنى حاجات وبصبر وبتوقع رد وبعمل سيناريوهات في حياتي. الموضوع ده كان بيستنزف كل طاقتي. أنا بطلت استنى ناس وبطلت استنى ردود معينة وبطلت استنى اللي قدامي يتصلح او يغير من نفسه. فانا بطلت الانتظار تماما وما بضيعش وقتي في اني استنى اي حد او اي حاجه كتير او زياده عن اللزوم. الحاجه التانية ان انا بعدت عن كل حاجه بتاذيني حتى لو انا متعلقه بيها جدا. ومش شرط ان الحاجه دي تبقى ناس، ممكن تبقى حاجه انا بحب اعملها او تصرفات معينه، مكان بحب اروحه بس المكان ده بيأذيني او هينزل مني او هيخليني بعدين في حته انا مش حباها. طالما انا بتأذي حتى لو انا هكون لوحدي او حتى لو انا الوحده بتاعتي طولت شويه. رقم 3، ودي حاجه ملهاش علاقه باول وتاني حاجه قوي، وهي ان انا خدت فيتامينز. ازاي بقى؟ انا كنت اكتر بنت عصبيه في الدنيا، واكتر واحده مودها متقلب، واكتر واحده مكتئبه من غير سبب، واكتر واحده عندها ارق واوفر ثينكينج وقلق وظهري بيوجعني، ما عنديش تركيز وبنسى بسرعه، ولما بنزل مشوار صغير حتى لو نص ساعه ارجع انام 4 5 ساعات. فكنت مش بفانكشن زي البشر الطبيعية. فعملت ايه؟ رحت حللت. انا من صغري وانا مش بهتم باكلي كويس وبتدلع في الموضوع ده، ومودي مربوط بالاكل قوي قوي والتغذيه بتاعتي بالذات. لما بيحصل حاجه صغيره بتضايقني ممكن اقعد طول اليوم ما اكلش. الموضوع ده اثر عليا وانا صغيره جامد جدا، لان انا اما كبرت بقى عندي زي ما قلت عصبيه وقلق وتوتر وجسمي بيوجعني من اقل حاجه، ما بقدرش اكمل مشوار طويل، ما بقدرش امشي في الشمس وحاجات كتيره قوي. فانا رحت حللت لقيت ان انا عندي نقص في كل الفيتامينات كلها بلا استثناء. فاتكتب لي على نوعيه فيتامينز كويسه مشيت عليها. وعايزه اقول انه انا من اول سابع يوم وانا ملتزمه على الفيتامينز دي. طبعا خدتها بجدول، يعني بعد الفطار حاجه وبعد الغدا حاجه وبعد العشاء حاجه، مش كله طبعا مره واحده. فبعد لما انا انتظمت عليها بجد من اليوم السابع كنت حاسه بحاجات كتيره قوي فايتاني في الحياه، وان الطبيعي بتاع البشر انا بالنسبه لي حاجه مبهره ان انا انزل مشوار وارجع ما احسش ان انا عايزه انام يومين، ان انا اوقات اجيب حاجه ظهري ما يوجعنيش وانا لسه صغيره، ان انا ما اتعصبش. دي حاجه كانت معجزه. ان انا مودي ما يتقلبش، ان انا ما بقاش قاعده كده والاقي نفسي في موجه غضب وموجه نرفزه من لا شيء مش فعلا ببقى عارفه ايه السبب. فان انا ابقى عاديه كده خالص واشوف الامور زي ما هي، بتعامل بهدوء، بفكر قبل ما اتكلم وبنزل اروح، كل ده كانت حاجه واو بالنسبه لي. وحسيت انه انا ازاي كده، انا ازاي ما كنتش عايشه. فتالت حاجه عملتها وفرقت معايا وخلتني كمان اهدى في طريقه كلامي واسلوبي وتعاملي مع الناس. ومبقتش بحكم على الناس على حسب مودي او على حسب المزاج بتاعي، لا، بشوف الحاجه زي ما هي طبيعيه، بحكم عليها بطريقه سويه. كل ده عشان خدت الفيتامينز. مش الفيتامينز لوحدها، يعني انا برضو اشتغلت على نفسي، ان انا حرقه الدم والعصبيه والمود الوحش والتعب ده كله كان مؤثر عليا، انا مش مؤثر على حد. لان انا الحمد لله بعرف اتحكم غضبي كويس قوي. انا بتحكم فيه بس مش على نفسي، يعني انا ما اقدرش اذي حد وانا متعصبه او اقول لحد كلمه تجرحه وانا متضايقه. بعرف امسك نفسي كويس جدا، بس هو بيضايقني انا. يعني انا بحس ان كل المشاعر دي والغضب ده بيقلب في مودي انا وفي تركيزي انا. رابع حاجه بطلت اصدق كل حاجه بتتقالي. بمعنى انه مش اي حد بيجي يحكي لي اي حاجه الشخص ده صادق وحقيقي 100%. في ناس بجد بتعرف تمثل، في ناس بتعرف تجذب انتباهك بحكايات انهم بيكتبوا افلام. وانا هنا مش بقول ان احنا نشك في كل حاجه، بس انا هنا بقول انه مش اي حد يجي يقول لك اي حاجه تصدقيها. فكري ودي نفسك فرصه، ما تبينلوش ان انت شاكه فيه، بس على الاقل ما تصدقيش 100%. يعني مش اي حد بيقول لك اي حاجه ما شفتيهاش بعينيكي او ما شفتيش عليها دليل قصاد منك، بالذات بالذات لو حد بينقلك كلام على حد تاني، لان الموضوع ده
كارثه، ممكن تبقي او كذا مثلا بنت قرروا فجاه ان هما ما يكلموش بنت معينه، والبنت دي ممكن تكون هي فعلا احسن واحده فيهم، بس هما كلهم اجتمعوا على ان هما مش عايزين يتعاملوا معاها، او ان هي وحشه، او ان هي بتثير شعور معين جواهم مثلا بالنقص، بالغيره، بتحسسهم ان هما متاخرين، بتحسسهم ان هما قليلين. هما بيتفقوا مثلا عليها كلها ان هما ايه، مش عايزين يكلموها تاني. هما لو قرروا مش عايزين يكلموها تاني اتس اوكي، دي حاجه مفيهاش مشكله، هي مش هتخسر يعني، مش عايشه بيهم. بس انه ممكن البنات دول يتكلموا عليها بشكل معين والكلام ده بيكون عكس شخصيتها تماما. انت ما تروحيش تصدقي اي حاجه عن اي حد غير لما تتعاملي معاه، غير لما تشوفيه على ارض الواقع اتعامل معاكي ازاي في كذا موقف، غير كده ما تصدقيش. رابع حاجه او خامس حاجه، بطلت اظهر الشخصيه الحلوه اللي جوايا لكل الناس. ما ينفعش يكون جواكي مميزات او ليكي نور او يكون ليكي سباركل او جلو والجلو ده يظهر قدام اي حد. في ناس هتبقى عايزه تطفي نورك، وفي ناس هتغير منك، وفي ناس هتحقد عليكي، وفي ناس هتقلل منك، وفي ناس ممكن يأذوكي بكلمه او بتصرف او يقولوا لك حاجات عنك مش حقيقيه، لان هم كارهين يشوفوكي بتلمعي او كارهين يشوفوكي في جلو كده او سباركل او فيكي انرجي. فما ينفعش الحلو اللي جواكي او الخير اللي جواكي ايا كان بقى نوع الحلو ده ايه تظهريه لكل الناس. افهمي الاول الشخص اللي قدامك وتعاملي رسميا، واعرفي انت المفروض تبيني ايه وقد ايه. ركزي في الجمله دي كويس. اعرفي انت المفروض توريهم ايه من شخصيتك. يعني انا شخصيتي حلوه، انا هوريكي منها جانب اللي انت تستحقيه، مش هوريكي كل الحلو اللي جوايا، وهديكي منه بمقدار، مش هديكي كل الحلو اللي جوايا وانت ما بتدينيش اي حاجه. يعني مش مثلا هكون انا بكلمك ما بترديش عليا غير وقت ما انت تكوني متاحه، وانت تيجي تكلميني اقوم سايبه كل اللي ورايا واللي قدامي وارد عليك. ليه اعمل حاجه زي كده؟ او مثلا اكون انا تعبانه واحتاجك والاقيك مش قد كده، ان انت ما تكوني محتاجاني اروح اسيب كل حياتي واساعدك بكل ما اوتيت من قوه. ما بينش كل الحلو اللي جوايا وافضل اوزع في حب على كل الناس من غير مقابل، وارجع ازعل ان حد استغلني او ان حد اذاني او ان حد حقد عليا او حد غار مني او حد بيتمنى لي الوحش. ليه؟ عشان انا ما حطيتش حدود من البدايه ووريتهم قد ايه انا حلوه وطيبه. لازم زي ما قلت لك الحلو اللي جواكي تعرفي انتي بتوريه للناس امتى وبمقدار قد ايه. والموضوع ده ما بيجيش كده اللي هو عشوائي، انتي بتفهمي الشخصيه اللي قدامك، بتتعاملي معاها، بتشوفي هي بتبادلك نفس الحاجه ولا لا. لو بتبادلك تمام، احسن حاجه في الدنيا ان انتي تلاقي حد زيك كويس. بس لو هي حابه نفسها او هي انانيه او مش بتديكي قد اللي انتي بتديهولها، فحافظي عليه لنفسك، حافظي على الحلو اللي جواكي لنفسك، تمشيش توزعيه على اي حد. نفس الحاجه لو انت شاطره في حاجه، لو انت متالقه في حاجه، اظهريها للناس اللي هتدعمك. يعني اظهريها للناس اللي هتنبهر بيكي وهتشجعك وهتقولك انت فعلا تحفه، وهتقولك الكلام اللي انت تستحقيه. ما تروحيش تظهريها لواحده حاسه ولو 1% ان هي بتحقد عليكي، او حاسه ولو 1% انها مستكتره النعمه اللي ربنا اداها لك، او حاجه انت مميزه بيها مش عندها، او ايا كان بقى. ممكن يكونوا قرايبك، ممكن يكونوا ناس في اهلك، وممكن العكس. يعني ممكن اهلك وقرايبك واصحابك يكونوا بيدعموكي، وممكن العكس. انتي افهمي، ما تعيشيش كده في الحياه توزعي ورد وفراشات على كل الناس من غير ما تكوني عارفه انتي بتعملي ايه وبتقدميه باي مقدار. سادس حاجه، بقيت اقرا عن الناس. انا في الحياه ما خدتش خبره كبيره في الناس لان انا ما تعاملتش مع ناس كتير في حياتي، ففي مواقف كتيره بتعرض لها لاول مره ما ببقاش فاهمه الشخصيه دي تقصد ايه. بس دايما بصدق احساسي، لو انا مش مرتاحه بمشي ورا احساسي، وفي اغلب الاحيان بيطلع صح. ولو انا مثلا مش فاهمه بحاول اقرا، بحاول اسال علشان اعرف ازاي اخد رد فعل معاهم، علشان مثلا ما افهمش غلط فاقوم واخده رد فعل مبالغ فيه. ودي حاجه انا كنت بعملها زمان، كنت دايما بشوف الناس مثلا بصوره غلط فرد فعلي ناحيتهم بيكون اجريسيف، لان انا متعوده على شكل معين من التعامل. لما شفت تعامل تاني فبقيت اسيء الفهم، فكان بيبقى غلط. يعني في ناس ممكن تقدم لك المساعده من غير ما تكون بتضحك في وشك او تكون بتبص في عينك اصلا. ففي ناس كويسه بس كل واحد وطريقته. فعشان كده لازم تقراي كويس عن الشخصيات والناس قد ايه مختلفه، علشان تعيشي مرتاحة، ما تفضليش في اوفر ثينكينج، تبقي فاهمة امتى تتعاملي بالشكل الصح مع كل حد. سابع حاجة، بقيت افكر قبل ما اتكلم. انا اكتر واحدة في الدنيا اي حاجة كانت بتيجي في دماغي كنت بقولها على طول، والموضوع ده كان بيحطني في مشاكل كبيرة قوي قوي قوي. والمشاكل دي ما كانتش بتيجي غير من النفوس المريضة. عمري ما شفت حد سوي نفسيا او بيلتمس العذر للناس فهمني غلط ولو مرة واحدة. كنت دايما لما ما بلاقيش كلام اعبر بيه عن نفسي او ادافع بيه عن نفسي، لما كنت بقعد ابرر
اللي قدامي ان انا مثلا مش قصدي، ان انا مش في دماغي الحاجة اللي انت فهمتها، كنت بلاقي حد تاني بيدافع عني بالكلام اللي انا مش عارفة اقوله او مش عارفة اعبر عنه. مش دايما هنلاقي كده، عشان كده بقول اننا لازم نفكر قبل ما نتكلم، ولازم نتعلم امتى نسكت. النقطة دي مهمة. مش كل حاجة لازم نرد عليها، ومش كل حاجة لازم نديها رياكشن، ومش كل حاجة لازم نديها طاقة. في اوقات كده لما بنسكت 10 ثواني بندرك حاجة معينة، فبنقول لا، احسن ان احنا مكناش اتكلمنا، احسن ان انا مكنتش انفعلت في الموقف ده، كويس ان انا بصيت للموضوع بالصورة دي، الحمد لله كده. فبجد ان احنا نفكر قبل ما نتكلم، ونفكر قبل ما نتصرف في اي حاجة. الموضوع ده طلع مهم قوي، يعني انا ما كنتش اعرف ان هو مهم غير لما جربته، ان انا افكر قبل ما اعمل اي حاجة. سابع حاجة، بقيت اشوف عيوبي كويس قوي واعترف بيها واعالجها مع نفسي من غير ما اشاركها مع حد. يعني لو انا في عيب في شخصيتي انا شايفاه، او لاحظت الناس متضايقه منه، ايا كان بقى العيب ده هو ايه، ما بيني وبين نفسي بحاول اصلحه. بعيدا عن ان انا ما بحاولش ارضي حد، يعني انا مش من الشخصيه اللي ممكن تغير من نفسها عشان ترضي حد، بس اقصد ان انا ممكن يكون فيا عيوب عادي زي اي حد، العيوب دي ممكن تضرني بعدين، فبقيت اشوفها واحاول اغير منها، حتى لو مش هخليها 100% بيرفكت، بس على الاقل بحاول. والاهم من ده كله ان انا ما اروحش اقول لحد العيوب بتاعتي دي، يعني ما اروحش اقول لحد انا بعاني من كذا او عندي كذا، لان الايام بتتغير والناس بتتغير، وممكن الحاجه اللي انت اشتكيتي منها زمان دي او حاسه ان هي insecurity بالنسبه لك، الشخصيه اللي انت امنت لها في يوم تيجي بعد 3 4 سنين تعايرك بالحاجه دي في وشك، والحاجه دي ممكن تكون انتهت وانت نسيتيها اصلا. فبلاش تشاركي العيوب دي مع حد خالص، انت شوفيها واعرفيها واعترفي بيها بينك وبين نفسك وصلحيها مع نفسك وانتهينا بس. تامن حاجة، بقيت اشوف الناس زي ما هما مش على حسب نواياهم. يعني حد اتصرف معايا بطريقة وحشة، انا باخد التصرف زي ما هو وبتعامل على اساسه. حد اتصرف معايا بطريقة كويسة، باخد التصرف ده وهتعامل على اساسه. حد يديني علامات استفهام الشخص ده مش واضح، ببعد عنه. ما باخدش بالنوايا، ما باخدش بانه اكيد ما يقصدش، ما بتعاملش بالاسلوب ده خالص، باخد التصرف زي ما هو. اخر واهم حاجة، ما بشاركش اي حاجة في حياتي مهما كانت مع اي حد الا حاجات معينة. البرايفت لايف هي برايفت لايف، شغلي، العلاقات اللي في حياتي، الحاجات اللي بحبها، الحاجات اللي بكرهها، دي خاصة بيا انا. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. باي.